ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. طبعا رمضان يعني ايه؟ يعني كنافة وقطايف وحلويات. والحلويات عايزة ايه؟ عايزة كريمة. وعشان نعمل الكريمة بطريقة حلوة، طبعا انا جربتها كتير جدا، واوقات كانت بتطلع حلوة، اوقات يعني مش حلوة قوي، لحد ما ظبطت معايا. وقلت بقى لازم اقول لكم الطريقة اللي عملت بيها والسر عشان تطلع الكريمة حلوة جدا وتفضل كريمية معاكي كده زي القشطة. انا معايا 4 كوبايات لبن، يعني تقريبا كده كيلو. انا طبعا غلياه من امبارح وشلت القشطه بتاعته. هنحط ايه بقى على اللبن بتاعنا؟ هنحط اول حاجه 3 معالق كبار من النشا. زي ما انتوا شايفين كده انا بحط المعالق بشكل هرمي، يعني المعلقه تكون كبيره ومليانه. وهحط معلقه كبيره سكر. وطبعا الحلويات اللي بنحشيها بيها بيبقى ليها الشربات بتاعها، فكده الكريمه هيبقى السكر بتاعها مظبوط. ونقلب بقى كله على بعضه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اللبن بتاعي ده بارد، فهقلب كويس جدا عشان اتاكد ان النشا والسكر دابوا في اللبن كويس قبل طبعا ما احطهم على النار. كده خلاص زي ما انتوا شايفين النشا والسكر دابوا في اللبن. هحط بقى اللبن على النار واستمر برضو في التقليب عشان اتاكد ان ما يبقاش في اي تكتلات في الكريمه. وطبعا الكريمه دي يا حبايبي، او زي ما بيقولوا عنها القشطه الكدابه، بنستخدمها في حلويات كتير جدا. ممكن نحشي بيها الكنافه والقطايف والجلاش، يعني مفيش غنى عنها. انا بصراحه جربتها كتير قبل كده، بس هي دي الطريقه اللي ظبطت معايا جدا. يعني حتى لو سبتيها في التلاجة عمرها ما بتجمد معاكي، وبتفضل كريميه معاكي كده وناعمه لحد ما بتخلص. اهم حاجه امشي على نفس الخطوات كده زي ما عملتها، وهتطلع ناجحه معاكي جدا. واهم حاجة كمان زي ما انتوا شايفين كده، ان ايديكي ما تسيبهاش منها ابدا وما تزهقيش من التقليب. تفضلي تقلبيها عشان ما تلزقش منك، وكمان عشان تبقى ناعمة معاكي وما يبقاش فيها اي تكتلات خالص. كده الكريمة بتاعتي او القشطة ابتدت خلاص تتماسك معايا زي ما انتوا شايفين. انا عايزة القوام بتاعها يعني ما يبقاش متماسك قوي، لا يبقى خفيف كده، لانها طبعا كمان لما بتبرد بتتماسك اكتر. فانا مش عايزاها تبقى متماسكة قوي، يعني تبقى قوامها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. واول ما توصل معايا للقوام ده هسيبها بس دقيقة واحدة على النار، وبعد كده هقفل عليها. وبعد الكريمة بتاعتي ما تبرد خالص زي ما انتوا شايفين، هرجع اقلبها تاني قبل ما اضيف عليها شوية اضافات. الاضافات دي هتخلي طعمها زي القشطة بالظبط. هحط معلقة كبيرة من القشطة. والسر بقى اللي هيغير طعم الكريمة بتاعتنا 180 درجة، ان احنا نحط 3 معالق كبار من كريم شانتيه
معمول ما يكونش بودر، لان الكريم شانتيه المعمول هو اللي بيدي طعم القشطة والطعم الكريمي اللي احنا عايزينه. هنجيب كيس كريم شانتيه ونحط عليه نص كوباية لبن يكون متلج، ونضربه كويس بالمضرب الكهربائي لحد ما يتماسك معانا. وبعد كده ناخد منه 3 معالق زي ما قلتلكوا بالظبط، ونحطهم على الكريمة، هيودوا الكريمة في مكان تاني وطعم تاني. وزي ما انتوا شايفين اهم حاجة ان احنا نستمر في التقليب بالمضرب اليدوي عشان الكريمة والكريم شانتيه والقشطة يتجانسوا مع بعضهم ويطلعوا لي احلى كريمة ممكن استخدمها لكل الحلويات. شايفين قوامها كريمي وناعم ازاي؟ اهم حاجة عشان الكريمة او القشطة الكدابة تنجح معاكي هو اول حاجة التقليب المستمر. وكمان اما نحط الكريم شانتيه ونحط القشطة لازم الكريمة بتاعتك تكون بردت خالص، كده النتيجة بتاعت الكريمة بتاعتك هتبقى مضمونة. وكده خلاص عملنا الكريمة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، لونها تحفة وشكلها زي القشطة بالظبط، عشان كده بيسموها القشطة الكدابة. نستخدمها بقى في حلويات كتير، نحشي بيها الكنافة ونحشي بيها القطايف والجلاش، ودوقوا بقى احلى كريمة. وفي نهاية الفيديو اتمنى ان انتوا تجربوا الكريمة، هتدعولي. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة.